واحد اسمه فضيل اتزوج مرته وولدت له بنات ومات ما شاء الله. البنات دول طلعوا مشاغبين، غلبة تقيلة طوبة فوق طوبة ما بخلوها، وهو بيجي بهدي فوقهم بيشبكهم لك يا بنات عليك الله دي انتوا ملائكة البيت وما ملائكة البيت. وعنده جاري كده اسمه عوض السكاري بتاع عرقي بلح، يوم يدق له كاس كده ويقعد بالليل يصرخ ويكورك ويهلوس كره لك فضيل العيشة. اليوم دي خلاص فضيل شمام مرة واحد قام لبس بنات ابيض فابيض، قال لهم امشي للزول ده خوفوه، قولوا له نحن ملائكة الموت وخوفوه لما الزول ده يقع من الخوف وازالوه ازالة الغبر ديكا. فعلا البنات فاتوا شرحوا لك فضل السكاري وهو قاعد في الركن خايف بدوا يزالوه. وقت شافوا الزول خلاص الشرح بدوا يزالوا فوقه شويه سالوه قال له اكبر غلط عملته في حياتك شنو؟ قال لهم جارتنا دي جبت منها بنات يا مان. البنات بعد شرحوا الزول رجعوا البيت وروا ابوهم الحاصل كله وقالوا له هسه شايف هوي كده عاجبك؟ طلعنا ملايكه ورجعنا اولاد حرام. آدم جوا. جده فضيل زول كبير خلاص شيب راقد في المستشفى بخط احمر بكنتك ذاته ما بيقعد له 10 دقايق وبيمشي لله. صحبانه قاعدين جنبه واهله قاعدين جنبه اولاده قاعدين جنبه، عنده ولد شماشي كده برضه قاعد جنبه. عمك بدا يوزع الورثه وقال لاولاده يا ولدي الكبير انت ليك الفنادق، ولدي الصغير خلوا له الفلل والشقق، اما الشماشي ده خلوا له المطاعم والبقالات. وعلى كده يتوفى شالوه ودى المغابر دفنوه، الناس فاتوا اولاده قاعدين جنبه. الدكتور جا قال لهم والله اولادي ابوكم ده ما شاء الله ما قصر معاكم، بكره ما تمشوا تنوموا في الشقق والفلل دي وتقوموا تنسوا ما تدعوا له. ولد الشماشي ده عايل للدكتور كده وقام قال له شقق شنو فلل شنو يا دكتور؟ الحاج ده شغال يبيع عنابيب وقاعد يوزع لنا الشغل.